يا مساء الفلات والقشطات والعسلات السكر النبات، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل اكلة خطيرة. اكلة ايه؟ كبد وقوانص. هنسوي النهاردة كبد وقوانص، والقوانص هوريك ازاي تسويها بطريقة سهلة خالص، من غير اي تلكيك ولا اي حاجات خالص، وكله كله كله في صينية واحدة. ويلا بينا بقى على الوصفة الجامدة دي. متنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على وصفة الكبد والقوانص بتاعتنا. هنا معانا اول حاجة كيلو كبد وقوانص بالشكل ده كده. غسلتهم، نقعتهم الاول في مية ودقيق 10 دقايق، ورجعت شطفتهم حلو قوي قوي قوي، وسبتهم في المصفى كده يتصفوا منها. وده القلب بتاع الفرخة اهو. انا بوريكم بفتحه من هنا عشان بيبقى فيه تكتلات دم كده سودا مش حلوة. نضفناها حلو قوي 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 وغسلناها، وهنروح بقى نقطعها صغنن صغنن. الكبد والقوانص دي هنقطعها صغنن صغنن، التقطيعه اللي تريحك. تمام. وسبت القوانص بالدسم اللي فيها، عشان الدسم ده هو سر التسويه بتاعت القوانص. دي القلب بتاع الفراخ قطعتها برضو صغنن، ودي الكبده برضو قطعتها صغنن. بصي التقطيعه اللي تريحك، بس احنا حبيت ان انا اقطعها صغنن عشان احنا كنا ان احنا كلناها بعيش عشان نعرف نغمسها يعني. هنا جبنا الطاسه بتاعتنا الجميله، وفيها معلقه سمنه كده صغنطوطه حلوه، وننزل عليها بقى ببصلتين. البصل ده اختياري براحتك، عايزه تكتريه عايزه تقلليه ده في ايدك انتي. تمام. ونزلنا عليها برشه الملح بتاعتنا، وشوحنا شوح كده على النار. البصلايه نفضل نقلب فيها كده على النار لحد ما تدبل معايا اهو. لا لسه كانت داخله على اهو. انا ما بحبش احمر البصلايه، انا بحبها تبقى دبلانه وانزل عليها بقى كده. خلاص دبلت معايا، هننزل عليها بقى بالقوانص الاول. نخلي الكبد في الاخر. نزلنا الاول بالقوانص وبالقلوب بتاعه الفرخه، ونفضل نقلب كده. والدسم اللي في القوانص دي اهو هتتسلي معانا، وهتنزل الدسم بتاعها، وهو ده اللي هيسوي لي القوانص بتاعتي. هنا كنت معليه النار قوي، اديت لها بس صدمه كده في الاول. اول ما بتبتدي تنزل الدسم بتاعها هوطي عليها اهو. بصوا الدسم بتاعها اهو كده يا يويو كده. الكبد والقوانص هتبقى تقيله؟ لا والله ما كانت تقيله ولا اي حاجه اهو. كده ابتديت بقى ان انا اوطي عليها وغطيتها وسبتها كده بتاع 5 دقايق، ورجعت اقلب تاني فيها اهو. بصوا اهو. هنقلب تقلبتين ونرجع نغطيها، بس اهم حاجة النار تكون واطية عشان ما تتحرقش معايا والدسم ده ينشف اهو. بصوا كل شوية الدسم بيزيد معايا اهو. هنغطيها برضو ونخليها تكمل سواها لحد ما تستوي. كده كانت خلاص القوانص معايا استوت وزي الفل. استوت مش دخلت على السوا، لا استوت تماما. نزلت عليها بقى بالكبد. الكبد مش هتاخد ثانيتين على النار، هتلاقيها استوت معاك خلاص. اول ما تغير اللون بتاعها كده هننزل عليها بالبهارات بتاعتها. كده خلاص غيرت اللون بتاعها خلاص. ننزل بقى بالبهارات. معلقه 7 بهارات: شطه، بلح، جوز الطيب، قرفه، كمون، بابريكا، وفلفل اسود، وملح. كلها معالق صغنطوطه صغنطوطه اهو. نزلت عليها بالبهارات ونديها تقلبتين. وانتي بتقلبي الكبده اول ما تنزليها نقلبي بالراحه عشان ما تتفتفتش منك، عشان انتوا عارفين الكبده حساسه شويه. تمام. قلبناها بالبهارات. هننزل عليها بقى بقرنين فلفل رومي متقطعين صغنن، وقرنين فلفل حراق. التقطيعه برضو اللي تريح. عندك فلفل الوان انزلي، عندك بشره اسمه ايه جزر انزلي برضو. كلها الوانات في الكبده هتدينا برضو ايه شكل وطعم حلو قوي. اديناها تقلبتين مع الفلفل وغطيناها، وبرضو موطيين النار، احنا مش معليين النار كل ده، وطينا النار عليها. كده كانت خلاص الكبده معايا استوت وزي الفل اهو. بصوا شايفين الجمال؟ الجمال عدى الكلام اهو. شايفين؟ والقوانص كانت مستويه، مش قادره اقولك هي والكبده واحد. تعملي بقى الطبق الجامد ده، وجنبه بقى شويه مكرونه، جنب شويه رز، حبه سلطه كده وعيش واديها. احنا بصراحه عن نفسي انا عملنا طبق سلطه وجبنا عيش وغمزنا واديناها. كانت اكله تحفه تحفه تحفه.
وسهله وسريعه. بصوا دي قوانص اهي، انا بوريكم دي القوانص اللي انا مغمزاها في العيش، تحفه. انا بقول لكم بصوا تمام. كانت زي الفل. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واقولك باي باي.